يا صباح الخير والطاقة الحلوة. اليوم حضرت لكم وصفة من قلب تراث الحلبي، وصفة بتعبي البيت ريحة طيبة وما بتتشبه بأي فطور تاني. اليوم رح نعمل مع بعض مامونية حلبية على الأصول بوصفة بسيطة ومضمونة، والطعم بياخد العقل من أول لقمة. حضروا حالكم تشوفوا أحلى طريقة وأطيب نكهة وأدق خطوات لتطلع المامونية كأنها طالعة من مطبخ حلبي عتيق مليان خبرة وأصالة. قبل ما نبلش خلوني أسألكم، مين منكم كان يفطر المامونية وهو صغير؟ ومين أول مرة رح يجربها مع اليوم؟ اكتبوا لي بالتعليقات، وخصوصا من وين عم بتتابعوني. وخلونا نبلش خطوة بخطوة. طنجرة على نار في عندي 5 أكواب من المي، وبحط فوقهم 2.5 كوب من السكر، واللي بحبها أقل حلا بنقص نص كوب عادي ما بيفرق. منحرك شوي مشان ما يلصق السكر بالقاع، تحريكة خفيفة، ومنغطي الطنجرة ومنخليها حتى تغلي غليان مظبوط ويدوب السكر كله. بدنا مي والسكر يكونوا متجانسين. منجيب مقلاية واسعة ومنحط فيها ملعقتين كبار مليانات زبدة أو سمنة. الزبدة الحيوانية بتطيب الطعم أكتر، بس السمنة كمان بتزبط، وممكن تخلطوا بيناتهم بين سمنة وزبدة. أول ما تدوب السمنة منضيف كوب من السميد. هون عم نستخدم سميد الخشن، وممكن تستخدموا الوسط حسب يلي متوفر عندكم. بدنا نحمس السميد على نار متوسطة مع التحريك المستمر، ما بدنا نقطع التحريك أبدا. ليش؟ مشان الحبات تاخد نفس اللون وما تطلع وحدة غامقة أو وحدة فاتحة. وبهالوقت بكون القطر غلي معنا، ومنضيف للطنجرة 3 ملاعق كبار من ماء الزهر لتعطي ريحة شامية ما بتتقاوم. هلا منجيب السميد المحمص ومننزله بالتدريج على القطر. انتبهوا هون ما نكب كله مرة واحدة، شوي شوي ومنحرك بس يختلط. ومنغطي الطنجرة ومنتركه يغلي لمدة 5 دقائق بس. وبعد 5 دقائق بنرفع الغطا ومنقلب شوي، ومنضيف نص ملعقة كبيرة من الزبدة الحيوانية لحتى تلمع وتطرى. منطفي النار ومنغطي الطنجرة ربع ساعة كاملة. بهالوقت السميد بيتفتح وبيشرب القطر، وبعد ربع ساعة القوام بيكون تقيل ومظبوط. المامونية صارت معنا جاهزة. قبل التقديم بنسخنها شوي لتاخد قوامها النهائي. نسكب المامونية السخنة بصحن التقديم، والتزيين على ذوقكم. وبنحط فوقها القشطة البلدية وشوية قرفة مطحونة وشوية فستق حلبي للتزيين. وما بتكمل جلستنا إلا بشوية جبنة مشللة أو أي نوع جبنة بتحبوها. شكلها ريحتها وقوامها بتجنن. جربوها بهاي الطريقة وراح تدعوا لي. وهي كانت وصفتنا لليوم، مامونية حلبية على الأصول، مضمونة وناجحة 100%. وإذا جربتوها خبروني بالتعليقات من وين عم بتتابعوني وشو حابين أعمل بالفيديو الجاي. ولا تنسوا تحطوا لي لايك وتعليق بسيط واشتراك إذا لسه مو مشتركين. وصحتين ألف عافية لكل حدا بده يجرب هاي الوصفة. وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة رح تلاقوا كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف. بتمنى وصفة اليوم نالت إعجابكم، وانتظروني بوصفة جديدة. مع السلامة، في أمان الله.